السلام عليكم. نتمنى من الله أن يكون كل شيء جيد وجيد جدا. من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها كليا في تربية الدواجن، والتي يمكن الجمع بين هذه المكونات ومزجها وتقديمها للدجاج مرة في الأسبوع أو مرتين. فهذه المكونات لا تحدث أي ضرر على الدجاج، بل هي من العناصر التي يمكن الاعتماد عليها لتقوية مناعة القطيع. فكما تعلمون أن الدجاج يحتاج دوما لبعض الاهتمام، فعند التهاون يمكن خسارة القطيع وبسهولة. فمن أهم الأشياء التي يمكن الانتباه إليها هي العمل على الوقاية والنظافة. فعندما يصاب القطيع بمرض ما، يصبح حينها من الصعب التحكم في المرض، وزيادة على ذلك مصاريف العلاج، وتحدث بعد الوفيات، وممكن أن يسبب ذلك في الفشل. لذلك من الأفضل الاهتمام بالوقاية. فالثوم والبصل والفلفل هم يكونوا خلطة ممتازة لتقوية مناعة الدجاج وترفع من حيويته ونشاطه. يمكن تقطيع البصل والثوم والفلفل إلى قطع صغيرة جدا لا تجد الدجاجة صعوبة عند ابتلاعها، ومزجها في إناء واحد وتقديمها للدجاج. فمن فوائد البصل أنه مضاد للأكسدة، والتي عادة ما تخلق لنا مشكل عند الدجاج، وخاصة عند استعمال بعض الأعلاف المركبة التي تنتجها مصانع العلف. كما أن البصل يطرد السموم ويجبرها على الخروج من الأمعاء. والمكون الثاني هو الثوم. فالثوم له فوائد كثيرة، ويعتبر الأب الحقيقي لجميع الأدوية الطبيعية. فالثوم يعالج الالتهابات التنفسية التي تصيب الدجاج عند تغيير الجو المفاجئ، وأيضا يعالج التقرحات التي ممكن أن تصيب الجسم. فالثوم يقتل الديدان المعوية، ويساهم في تسهيل عملية الهضم عند الدجاج. المكون الثالث هو الفلفل. فكما تعلمون أن الفلفل مقوي مناعي بامتياز ومحفز على إنتاج البيض، فهو من المقويات التي يمكن الاعتماد عليها لتحفيز القطيع. كما أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يضبط الدورة الدموية في الأيام التي تكون درجة الحرارة مرتفعة. الفلفل هو مقوي ومقوي بامتياز، فيمكنكم الاعتماد عليه في مجموعة من الخلطات الطبيعية. نتمنى من الله أن نكون قد أفدناكم ببعض الأشياء البسيطة والبسيطة جدا وجدا.